اليوم راح اسوي شوربة خضار. يعني انا حمصت البصل شو يسموه، يقول له كراث والثوم، وبعدين راح اخلي عليه خضار. واني حاستعمل هذا الخضر وشوية من الشمة او الفطر، وبعدين راح اخلي عليه كريمة مال اكل وشوية من الصويا صوص. هسه من الثوم والكراث مالتي يتحمص، راح اخلي عليه الخضار. هذا شربه هواية طيبة، جربوها كلش طيبة. وراح اخلي عليه الشمع او الفطر. نجربوها كلش طيبة. هذا شوربة نحطها هسه. أنا بهذا المرحلة راح اخلي له مكعب ماجي مال الخضار، واخلي له صويا صوص. الشوربة هواية سهلة وطيبة. هسه راح ادير عليه كوب ماي، وهنا خبطت النشا والماي حدير عليه على شوي يسخن. هذه الأكلة هواية صحية، مليانة من الفيتامينات ورخيصة أيضا، وأيضا مينرال وكل الفيتامينات، يعني أكثر فيتامينات بيها. ودير بالكم يا بنات من تخلون صويا، لأن صويا الصوص هواية شو يسمون بيه ملح. دير بالكم يعني من الملح مالته، إذا تخلون صويا صوص قللوا من الملح. شوفوا بنات، من هذا المرحلة وصل. أنا حادير عليه كريمة مال الأكل، يقولون مالت لاغمينز كريمة هنا بالسويدي. بسم الله. وأخليه لحد يعني المواد يمزج عن بعض، والشوربة مالتي شوية يصير ثخينة. أنا جبت الخضر مالتي مجمد، وانتو يعني اذا انتو بالبلدان العربية اكيد عندكم طازج، اشتروا خضر يعني من المحل هو طازج، ويعني طبخوا بيه. يعني اي خضرة تخلوه مو مشكلة. انا اشتريت هذول الخضر، يعني جزر وبازليا وشوية فاصوليا الخضراء، وخليت عليه شمع او فطر. وسووا هذا الاكلة هواية طيبة وصحية ورخيصة. الشوربة مالتي جاهزة، كلها أخذ مني وقت نص ساعة. أنا اليوم اشتغلت أوفر تايم من هذا، يعني قلت شنو أطبخ أنا متفشي سريع أسوي، يعني أطبخ للعشاء. جبت خضار مجمدة مثل ما تشوفون، جزر وبازاليا وفاصوليا وقرنبيط كله مخلوط، وخليت وياه كنا أو فطر، وجهزت هذا الأكلة. كله أخذ مني نص ساعة. هذا الأكلة يعني سريع يصير، يعني للناس اللي عندهم ما عندهم وقت ومستعجلين. هواية سهلة وهم طيبة لذيذة، هواية لذيذة، هم تحبوها، من الكبار يحبوها، من الجهال يحبوه. بنات إذا عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي، وشكرا لكم.